مرحبا لكل متابعيني ويسعد أوقاتكم يا رب. اليوم رح نعمل الهريسة بمكونات سهلة وطعمة طيبة كتير وطريقة ناجحة 100%. بس قبل ما نبلش فضلا حطوا لايك واشتركوا بالقناة إذا مالكم مشتركين، وفعلوا زر الجرس ليصلكم الإشعارات بكل شي جديد. وخلينا نشوف المكونات مع طريقة التحضير. رح أعطيكم المكونات لصينية صغيرة، طبعا فيكم تضاعفوا الكمية إذا بدكم تكبروا الصينية. عندي كاستين سميد خشن، كاسة سكر، كاسة لبن زبادي، ومعلقتين سمنة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة كربونات الصوديوم. بالبداية بضيف المكونات الجافة. السميد عندي هون السميد خشن، ممكن تستعملوا السميد الوسط، بس السميد الناعم ما بيصير للهريسة. بضيف السكر والبيكنج باودر والكربونات. بخلط كل هالمكونات مع بعضها. بضيف السمنة فوق المكونات الجافة، ولازم تكون بحرارة المطبخ، وضروري تكون طعمة السمنة طيبة لأنه رح تبين طعمتها بالهريسة. فأنا حطيت سمنة بقرية. بفرك السميد مع السمنة لحتى تتغلغل كل حبات السميد بالسمنة. بضيف كاسة اللبن فوق خليط السميد. بحاول أفضي اللبن كله، وبحركهم مع بعض بروس أصابعي من دون دعك. وهيك حصلت على خليط الهريسة، لازم يكون بهالسماكة. بعمله قبل بليلة وبغطيه وبتركه بالبراد لليوم التاني. وممكن نتركه 24 ساعة بيصير أحسن وبتفتح حبات السميد أكتر. وباليوم التاني بعد ما ارتاح خليط الهريسة بجهز الصينية وبدهنها بالطحينة. وممكن كمان تدهنوها بالسمنة إذا مو متوفرة عندكم الطحينة. بدهن الصينية من كل الأطراف وما بنسى أدهن الحواف كمان. والطحينة راح تعطي لون مميز للهريسة، وبالإضافة إنه كمان إنه الهريسة ما راح تلزق وراح تطلع بسهولة. هيك صار عندي خليط الهريسة امتص السوائل وصار أسمك شوي. بسكبه بالصينية وبمد العجينة بإيدي، وبحاول أعملها متساوية من كل الأطراف. وبالأخير ملستها بإيدي لطلعت بهالشكل. بقطعها لمربعات متساوية. وبهالفاصل بحب أرحب بكل المشتركين الجداد بقناتي وبقولن نورتوا القناة. واللي عم يشوف وصفاتي لأول مرة بتمنى تعجبكم قناتي وتشتركوا فيها لحتى تكبر فيكن ونوصل مع بعض لل100,000 بإذن الله. عندي فستق حلبي والكمية حسب الرغبة طبعا. راح أزين فيه الهريسة طبعا. ممكن تستبدلوا الفستق بأي مكسرات تانية حسب المتوفر، أو ممكن تعملوا الهريسة سادة من دون مكسرات. بضغط بإيدي ضغطة خفيفة على الفستق لحتى يلزق بالهريسة. بحمل الفرن من تحت على درجة الحرارة 180 وبحط الهريسة بالرف التحتاني. وبتاخد مدة من 15 ل20 دقيقة مع المراقبة. وبس احمرت الأطراف بطالع للتقطيع. طالع صينية الهريسة بعد ما احمرت من الجوانب وبقطعها على نفس التقطيعة الأولى. بقطعها لمكعبات متساوية بهالطريقة. عندي معلقة كبيرة سمنة دايبة بدهن فيها الهريسة لتعطيها لمعة أحلى وطعم أطيب. برجع الصينية على الفرن على الرف الوسط والفرن مشغل من فوق بس. وبخليها لحتى يحمر وجهها وتاخد اللون المطلوب. وبهالأثناء بحضر القطر. بضيف الطنجرة 3 كاسات سكر،
وبضيف فوقهم كاستين مي، وبحط الطنجرة على النار وبشغل القطر. بضيف فوقه معلقة كبيرة من عصير الليمون أو ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، وبالنهاية بضيف معلقة كبيرة من ماء الزهر. طبعا لازم يكون القطر سخن عم يغلي وقت منضيفه فوق الهريسة. طلعت الهريسة من الفرن بعد ما حمرت وصارت بهذا اللون الحلو، وهي سخنة فورا بسقيها بالقطر اللي عم يغلي. وبضيف باقي كمية القطر كلها، ولا تخافوا رح تمتص الهريسة كل القطر. وبرجع بحدد بالسكين مكان التقطيع لحتى يدخل القطر لكل الهريسة، وبتركها لتبرد أقل شي لمدة 3 ساعات قبل التقديم لحتى تتماسك وما تفرط. بطلع قطعة هريسة لحتى نشوفها كيف صارت، ولحتى أدوقها كمان. لاحظوا كيف الهريسة رطبة من جوا وأخذة لون أحمر ذهبي حلو، والطعمة ولا أطيب من هيك طعمة. وطريقتها سهلة وناجحة، مكوناتها بسيطة كتير. ولهون وصلت لنهاية وصفتي لليوم. بتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والشير وتفعيل زر الاشتراك والجرس ليصلكم كل جديد. وتحية مني أنا نور، مع السلامة.